قال الراوي: فلما أخذه الملك أفراحا زالت عنه الهموم والأتراح، وقال لزوجته: نحن تفرد له محلا برأسه ونجعل له محلا لمسه ونرتب له خدما يخدمونه ليلا ونهارا وعشيا وبكارا. فأجابت زوجته إلى ذلك، فأفرد له محلا برأسه ووكل له غلمانا وخدها من عند نفسه، وصار يراعيه ويربيه حتى صار له من العمر 7 سنين، فاشتاق إلى ركوب الخيل، فأمر الملك أن يأتوه بمهر صغير، فغبوا وعدوا ومعهم ذلك المهر، فلم يعجبه ولم يرضى بركوبه، فأتوا له بجواد أدهم كانه الليل إذا أظلم يطوي الأرض بالخبب تربية ملوك العرب، فلما رآه أعجبه غاية العجب فركبه، واعتدل فوق ظهره، فطلب رمحا طويلا وسيفا صقيلا، فتوا له بكل ما طلب، وقد أخذهم من ذلك الأمر العجب. وبعد ذلك نزل إلى الميدان وترام مع الصبيان، فصار يضرب هذا ويرمي هذا من على الحصان، ويغلب هذا في الميدان مدة من الزمان، إلى أن اشتد ذراعه واشتد باعه، فصار ينزل كل يوم إلى الميدان ويبادر الأقران ويقهر الشجعان وينكس الفرسان، وكل من خرج إليه يندم ويتمنى أن يرجع وبنفسه يسلم، وكل من بادر إليه قهره، وكل من ضرب هاشمه وبهره، لأنه كان من أولاد الرجال أجلد وفرسان ألود، إلى أن صار فارسا من الفرسان وشجاعا من الشجعان والنهر. لما اشتهر في الفروسية وفاق أهل زمانه في المحاسن البهية، كان إذا خرج إلى بعض إشغاله يفتت كبد كل من رآه، حتى نظمت فيه الإشعار وتهتكت في محبته العبيد والأحرار. وقد أجاد فيه بعض الشعراء حيث يقول: عنقته فسكرت من طيب الشذا نشوان، ما شرب المدم وإنما أوضح الجمال بأسره في أسره، والله ما خطر السلو بخاطري، أن عشت على هواه وانأمت غصنا بالنسيم، قد أغتذ امشي بخمر رضا به متنبذا، فلاجل ذاك على القلوب استحوذ، ما دمت في قيد الحياة ولا إذا وجد به وصبابة يا حبذا. قال الراوي: فلما بلغ من العمر 10 سنين بلغ مبالغ الرجال، واستدار ودب عزاره الأخضر، وله شامات على خده كأنها أقراص عنبر، كما أشار إليه الشاعر حيث يقول: عرج معي وانظر إليه لكي ترى تاضح اليوسف في الجمال خليفة. فارتاع كل العاشقين إذا بدا في جده علم الخلافة اسودا. قال الراوي: فلما صار بتلك الحالة واستدار بخده العذار هوى الصيد والقمص واغتنام اللهو والفرس، وصار لا يفتر عنه ساعة واحدة، فهذا ما كان من وحش الفلا ومنشئه، وما جرى له في تعلمه الفروسية والحرب والكفاح. أما ما كان من الملك أفراح، إنه نزل ذات يوم من الأيام إلى الديوان، وجلس على سرير ملكه ومحل عزه، والغلمان والخدم وقوف بين يديه، وحوله الأمراء والشجعان وأرباب الدولة والفرسان، وإذا الحكيم سفرديون دخل عليه، فلما رآه الملك أفراحا قام إليه وتلقاه وأكرمه وحياه، وجلسته إلى جانبه وصار كأنه من بعض أقاربه. فقال الملك أفراح: يا حكيم الزمان، أما عندك خبر من الأمر الذي قد بان واشتهر؟ فقال الحكيم سقرديون: لماذا أيها الهمام والقصور والبطل الغضنفر أخبرني بذلك الأمر والخبر. فقال الملك أفراح: اعلم يا حكيم الزمان أن الغلام وحش الفلا الذي جاء به الصياد من البرار والقيعان، وقد أخذته الجنية، وقد أنت به إلي حيث أخذته، ثم قالت لي أنا أمه، وصار ولدي أني أرضعته وربيته في بلدي، فاحترس عليه ولا تدع أحدا يتعرض له ويؤذيه، وكل من تعرض له بأذية فأن يسقيه كاس المنية، واخلي منه هذه الديار والأوطان فلا يعرف له مكان. فعندما سمع الحكيم هذا الخبر كادت مرارته أن تنفطر، وقال له: اعلم أنه ينبغي أن تبعد هذا الغلام عن البنت يا ابن الكرام، ولا تقربهما بعضهما من بعض، ولا تقرب تلك البنت من ذلك الرجل، فإن فعلت ذلك يغضب عليك زحل، وتفنى السودان من السهل والجبل. قال الراوي: فلما سمع الملك أفراح ذلك المقال خدعه بالمحال، وقال له: لك علي ذلك أيها الحكيم المفضال. وقد تداولت الأيام، وصار إذا نزل الملك إلى الديوان يأخذ وحش الفلا بيده ويجلسه إلى جانبه من أصحابه وأقاربه، وقد تعود وحش الفلا على ركوب الخيل وخوض النهار والليل، وصار كل يوم يخرج إلى بر المدينة، وكل من لاعبه يضربه فيبطحه، ويخرج ويقتل كل من طلب إذيته، صغيرا كان أو كبيرا، صعلوكا أو أميرا. فشكت أهل المدينة من هذا الغلام الصغير، ودخلوا على الملك أفراحا وهم يشكون وحش الفلا إليه بعدما قبلوا الأرض بين يديه، فقال لهم:
الملك هذا غلام صغير وما هو إلا غلام فقير. وفرح الملك به فرحا شديدا ما عليه من مزيد، ولم يزل على ذلك الحال مدة أيام وليال إلى أن كثرت عليه الشكايا من أذيته في أهل المدينة، ولم يستطع أحد أن يقف له في طريق، وكل من تعرض له يعدمه السعه ويحوجه إلى الضيق. فلما رأى الحكيم سقرديون تلك الفعالة أخذته الحيرة والاندهال، فاشتد غضبه وكربه وقسا قلبه أكثر مما كان أول مرة، واشتد به الغيظ والخبل. ثم أنه التفت إلى الملك أفراح وهو في هموم وأتراح، وقال له: أيها الملك، الهمام أن لم تخرج من عندنا هذا الغلام وتطرده من بلادنا وتبعده عن أرضنا، إلا وحق زحل في علاه والنجم وما سواه. أرسل مكاتبة إلى أخي سقرديس بان يعلم الملك الأكبر سيف أرعد حاكم تلك الأرض والفتفد بأنك ربيت عدوا في أرضنا وأنشأته في بلادنا، فيرسل إليك عسكرا جرارا كانه البحر الزخار، ويخرجك من أرضنا ويطردك من هذه المدينة في ذل واحتقار، وينفوك إلى أقصى الأقطار ويبعدك عن هذه الديار بعد أن يخرب ديارك ويقطع آثارك. ويقول الناس: كان في هذه المدينة ملك يقال له أفراح شتت في البرر والبطاح. قال الراوي: فلما سمع الملك أفراحا من الحكيم سفر دويوس هذا الكلام على أنه يقدر على ذلك المرام، فأجابه إلى ما قال وقال: يا حكيم الزمان، لا أخالفك فيما قلته من ذلك الأمر والشان. قال الراوي: وقد ذكرنا أن الملك أفراح فارس جحجاح وليث في الحرب والكفاح، وكان من تحت يد الملك سيف وهو حاكم على تلك البلاد، وكان من جملة من تحت يده فارس شديد وقرم عنيد وهو شيطان في صورة إنسان يقال له عطم خراق الشجر، وله جنان أجرأ من تيار البحر، وكان له حصن بعيد عن المدينة من جملة حصون الملك أفراح في ذلك البر والبطاح، وبين هذا الحصن والمدينة مسيرة 3 أيام للفارس في البر والأكام. وكان سبب تسميته خراق الشجر هو أنه فارس عظيم وبطل جسيم، وكان عنده في ذلك الحصن بستان عظيم الشأن فيه من الفواكه ألوان وفيه أشجار وانهار، وكان في ذلك البستان 10 أشجار غلاظ كبار، وكان إذا ركب ظهر جواده يأخذ قنطاريته بيده ويضرب بها الشجرة من تلك الأشجار فيخرقها، وقد شاعت فروسيته في سائر البلاد وقصدته الفرسان والجناد، وقد صار عند الملك أفراح أعز من الأولاد. وأنه لما سمع من الحكيم ما ذكرنا من المقال أرسل خلف عطمطم في الحال رسولا من عنده يأمره بالحضور بين يديه، لأن الأمر لازم إليه. فسار الرسول وما زال يجد المسير في البر الأقفر إلى أن وصل إلى حصن خراق الشجر، فدخل عليه وقبل الأرض بين يديه، فقال له عطمط: من إنوال أيها الفارس الجحجاح. فقال له الرسول: من عند الملك أفراح ليث الحرب والكفاح، وبلغه ما حمل من الرسالة. فأجابه عطمطم بالسمع والطاعة، وقام وركب في تلك الساعة وهو كانه طود من الإطواد أو من بقايا قوم عاد، وأخذ من قومه جماعة من الشجعان وصار بهم يقطع البراري والقيعان وهو سائر في البر والبطاح، إلى أن وصل إلى الملك أفراح فقبل الأرض بين يديه، فقام له الملك أفراحا إكراما له وأجلسه إلى جانبه وأكرمه غاية الإكرام، وزاد له في الإحسان والإنعام مدة 3 أيام. وفي اليوم الرابع التفت عطمطم خراق الشجر إلى الملك أفراح الفارس الغضنفر وقال: يا ملك الزمان وفريد العصر والأوان، لأي شيء أحضرتني في هذا الأوان؟ هل لك عدو بغي عليك أو ملاك من الملوك تعدى عليك حتى أسير إليه وأقطع آثاره وأخرب دياره، أو أحد عصى لك أمرا من سكان الأرض والفتفد حتى أقتله ولو كان الملك سيف أرعد؟ قال الراوي: فلما سمع الملك أفراح ذلك المقال أخذه الوجد والانذهال. قال له: اعلم يا ولدي أن هذا الغلام عزيز عندي، وهو أعز من ولدي ومن أهلي وملكي، فخذه معك إلى حصنك واحتفظ عليه مقدورك وجهدك، واوصيك به فعامله بمقتضى الوصية، لأني أعرف أن أخلاقك رضية، وأكرمه غاية الإكرام عليه بالإحسان والإنعام، وعليه طرفا من شجاعتك وقوتك وفروسيتك. وكان هذا الكلام عند غياب الحكيم سفر ديون أخي الحكيم سقرديس الملعون، فعند ذلك أجابه خراق الشجر بالسمع والطاعة، وأخذ الغلام من عند الملك أفراح وصار يقطع البراري والبطاح، وما زال سائرا هو ومن معه من الفرسان مدة 3 أيام. وفي اليوم الرابع أشرف على حصنه فتلقاه قومه لما سمعوا بخبره وسلموا عليه، ودخل إلى الحصن ومعه وحش
الفلا وقد تعجب من حسنه جميع ذلك الملا، فقال له قومه: وما هذا الغلام أيها البطل الهمام؟ فقال لهم: هذا أخذته ولدي وأريد أن أعلمه الفروسية بما قدرت عليه من جلدي. وصار عمطم كل يوم يركب ظهر الحصان وينزل به إلى الميدان ويعلمه الحرب والطعان، وهو كأنه الأسد الغضبان، وصار يعلمه أبواب الحرب والطعن والضرب والفروسية والشجاعة والقوة والبراعة والصد والرد والأخذ والعطامدة من الزمان، إلى أن كمل الوحش الفلا من العمر 15 سنة، وقد صار متعلما من خراق الشجر أبواب الحرب كله الذي فوق ظهور الخيل والذي على وجه الأرض. قال الراو: فذات يوم من الأيام قال له خراق الشجر الفارس القصور: يا وحش الفلا. فقال له: لبيك يا أبي. فقال له: يا ولدي، أنك ملكت الشجاعة والقوة والبراعة وتعلمت أبواب الحرب ومواقع الطعن والضرب، ولكن قد بقي باب واحد. فقال وحش الفلا: وما هذا الباب يا ابن الأماجد؟ قال له: قم معي يا ولدي وانظر العجب. فقام وصار إلى أن أتيا إلى شجرة النقل، يمشي الماشي في ظلها ساعة وعلوها ينقطع منه السحاب، خلقة الملك الوهاب، ولها ورق مثل ورق الموز، ولها زهر مثل رائحة المسك الأزفر، وهي عالية عن جميع ما حولها من الشجر، وعندها 9 شجرات يقاربونها في النظر، وفي كل شجرة منها طاقة مخروقة. فقال وحش الفلا: يا مولاي، وما هذه الخروق التي في هذه الأشجار؟ وحق زحل أن هذا شيء يحير الأفكار. فقال له: اعلم يا أعز من أولادي إني اركب على ظهر جوادي واحمل على الشجرة وطعنها بهذه القنطارية، فاخرقها وميل عليها فامزقها، وبهذا سميت خراق الشجر، وأنا اسمي الأصلي عمطم البطل القشعم. فقال له وحق الفلا: يا أبت، أنت الذي خرقت هذه الشجرات وفعلت بها هذه الفعالة؟ قال: نعم. وحق زحل الذي في السماوات. فقال وحش الفلا: قم يا أبي، اخرق شجرة وفرجيني ما تفعل بها من الصفات المنكرة. فقال له: حبا وكرامة. فعند ذلك قام خراق الشجر، كان هو أسد قصور، وركب صهوة جواده، واعتد بعدة جلاده، وأخذ قنطاريته بيده، ووقف بعيدا في الخلاء، والتفت إلى وحش الفلا وقال: يا ولدي، إني أظن أن سعدي قد رحل وسعدك قد اقبل. فقال وحش الفلا: أعني هذه القنطارية، وانظر ما اصنع بها في البرية. فأعطاها له، فأخذه وحش الفلا وحمل على الشجرة التي قد كان حمل عليها خراق الشجر وطعنها، وإذا بسن القنطارية نفذ من عقب الشجر قدر شبر كامل، فمد يده وجذب القنطارية فأخرجها من غير علاج، مع جري الجواد في هذا البر الوهاد. وبعد ذلك رجع وحش الفلا من وقته وساعته، وطعن الشجرة ثانيا من خلفها، ومد يده إلى جهة السنام فأخرجها مع جري الحصان في ذلك البر وهذه القيعان. وقد صار وحش الفلا يطعن الشجرة من مكان ويخرج القنطارية من مكان آخر، حتى جعل فيها 40 خرقا، ولم يتعجب من ذلك الأمر ولم يأخذه رعب. فقال له خراق الشجر: يا ولدي، أطعن هذه الشجرة. وومى له إلى شجرة من الكبار في تلك البرار والقفار، وكانت هذه الشجرة مقدار 10 أشجار. فلما سمع وحش الفلا ذلك المقال أجابه إلى ذلك الحال، واستراح ساعة من الزمان في ذلك المكان، وقام وركب ظهر الحصان وأخذ القنطارية بيده وهو فرحان، ونادى وقال بالزحل: أنا وحش الفلا. وطعن تلك الشجرة بحيلة، والقوة نفذت وجاءت في سور الحصن، وخرجت منه إلى الفلا، وهي كأنها حجر منجنيق، وقد وقع من حجر السور الكثير من طعنة ذلك الفارس التحرير. قال الراو: فلما نظر العبد خرق الشجر تلك الفعالة أخذته الحيرة والانذهال، وتعجب من هذه الأعمال، فرمى تاجه من رأسه وقلع عليه من رجليه، ولطم على رأسه حتى تقعقعت جملة ضراسه، ولطم بيديه على خديه حتى برز الدم من عينيه، وامتلأ بغضب شديد ما عليه من مزيد، وشخر ونخر وسب الشمس والقمر، وقال: يا لزحل، هذا ولد زنا وتربية خنا، وقد ربي في أرضنا وبلادنا. ثم أنه التفت إلى وحش الفلا في الحال وهو لا يعي ما يقول ولا ما قال من شدة ما نزل عليه من الغيظ والخيال، وقال له: ما أدرك لعلك تكون أنت الذي على يدك إنفاذ دعوة نوح عليه السلام. واعلم يا غلام أن هذه الأرض ما هي أرضك ولا أرض أبيك ولا جدودك من قبلك يا غلام، بل هي أرضنا وبلادنا من قديم الأيام، من مدة جدنا حام. وأما أنت فاخرج من أرضنا يا بن اللئام، وفي أي وقت وجدناك أو أدركناك فيه قتلناك، فلا كنت ولا كان منك ما كان، ولا عمرت بمثلك أوطان يا قرنان يا ابن الفي قرنان. قال الراو:
فلما سمع وحش الفلا ذلك الكلام أخذه الوجد والهيام وغضب من هذا الشأن وترك الحصان وخرج هاربا وللنجاة طالبا وهو ماش على الأقدام يقطع البراري والإكام وسار في ذلك البر الأقفر ودمعه على خديه ينحدر وسار وهو ينشد هذه الأبيات صلوا على صاحب المعجزات. إنك واجد أرضا بأرض ونفسك فربها الناب ضيم مشيناها خطا كتبت علينا ومن كانت منيته بأرض وخل الأرض تنعيما بناها ونفسك لم تجد نفسا سواها ومن كتبت عليه خطا مشاها فليس يموت في أرض سواها. قال الراو وسار يومين بعد ذلك في البراري والقفار وهو يقطع السهول والأوعار بالليل والنهار وهو يأكل من نبات الأرض ويشرب من غدرانها وينوح على نفسه بعد العز والدلال وقد صار في هذا الحال وعلى ما جرى له من العبد بن الأنذال وما زال على ذلك وهو لا يعلم أين هو سائر في هذه المفاوز والمحاجر. فلما كان في اليوم الثالث عند الصباح أشرف على غار في ذلك البر والبطاح فقصد إليه ومال نحوه فسمع فيه صوت إنسان قاعد في ذلك المكان وما عنده إنسان لا إنس ولا جان. فتعجب وحش الفلا من ذلك الشأن وقال في نفسه ادخل إلى ذلك الغر عند ذلك الرجل الجبار عسى أن تجد عنده شيئا من الزاد تسد به رمق الفؤاد. ثم أنه تقدم إلى ذلك الغر وهو وحيد في ذلك البر والقفار فرأى من داخله رجلا أعجميا شنيع المنظر يطير من عينه الشرر فتقدم وحش الفلا إليه وأومن بالسلام عليه. فلما رآه ذلك العجمي وهو وحيد وما هو من إرضى العبيد قال له من إنوال فقال وحش الفلا يا مولاي أنا رجل غريب عن الأوطان وقد رماني الزمان بالحرمان في ذلك البر والمكان وقد صرت في هذا بعد العز والدلال وقد تحكم في أولاد ماجد وأولاد اللئام وأخس الأعابد ولي يومان ليل ونهار وأنا سائر في البرار والقفار لا اعرف أي طريق أسير في ذلك البر العفير إلى أن أتيت ذلك المكان ودخلت عليك في ذلك الغر ولولاك كنت هلكت في تلك البرار والقفار. ثم أن وحش الفلا يك وأن اشتكى وانشد يقول جن الظلام ودعي زائد المدد وقد بقيت وحيدا ليس لي أحد والوجد من قوة النيران في كبدي سل الليالي يعني وهي تخبركم إني حملت جبال الغم والكمد أبت أرعى نجوم الليل من ولهي والدمع منهمل العبارات كالبرد من مثل صب بلا أهل ولا بلد. قال الراو فلما سمع العجمي ذلك الكلام تعجب من ذلك النظام وتبسم في وجهه وقد زالت عنه الآلام وقال له يا ولدي قضيت الحاجة وحق النار ذات الشرار وأنا لي مدة انتظرك في ذلك الغر في الليل والنهار. فلما مسمع وحش الفلا ذلك المقال أخذه الانذهال وقال يا مولاي ولأي شيء ذلك الحال؟ فقال العجمي اعلم يا ولدي إني يقال لي عبد لهب وقد قرأت شيئا كثيرا من الكتب فرأيت في ذلك الغر كنزا وهو في ذلك المكان من قديم الزمان وعليه الخدام من الجان وفيه صوت من الجلد مطلسم وعليه الخدم في ذلك البر والآكام ولا أحد يأخذ ذلك الصوت من دون الملا لا غلام يقال له وحش الفلا غريب يأتي من ذلك البر والخلا. قال الراو فلما سمع ذلك الصوت وحش الفلا ذلك المقال أخذه الانذهال وتعجب من هذه الأحوال وقال له يا مولاي وما منفعة ذلك الصوت؟ فقال له ذلك العجمي اعلم يا ولدي أنني افهم علوم الأقلام واعرف ما يتأتى من الأحكام. فرأيت في بعض الكتب التي عندي وهي عن أبي وجدي صفة كنز في ذلك الغر وهو في البرار والقفار وفيه صوت مطلسم شغل الحكماء الكبار وهو أمضى من السيف البتار أن ضرب به شخص قتله لوقته وساعته وما رأيت أحدا يناله من بين ذلك الملا لا غلام يقال له وحشي الفلا ولي في ذلك الغر يا ابن الأخيار مدة من الزمان أنا منتظرك إلى ذلك الأوان والآن اتضح الحق وبان وأنت أعز من أهلي والإخوان فانزل يا ولدي إلى ذلك الغر وأتني بالصوت يا أشطر الشطار وأنا أبطل لك جميع المهالك التي في ذلك الغر بأسماء لا أحد يعرفها لا كبار ولا صغار. فأجابه وحش الفلا إلى ما أراد من الآثار ونزل في ذلك الكنز الذي في ذلك الغر وعبد لهب العجمي وهو يهمهم ويدمدم ويقرأ ويعزم ساعة من النهار من بعد ما قال له أن الصوت معلق على سرير من العاج مصفح بالذهب الوهاج. قال الراوي ولما أن نزل وحش الفلا في ذلك المكان خاف على نفسه من شرب كأس الحمام كأنه حمل نفسه على الهلاك والهوان لأجل ما هو
فيه من الذل والأحزان، وسار إلى أن وصل إلى ذلك السرير، وإذا عليه حكيم كبير، فمد يده وأخذ الصوت من على رأسه وعاد راجعا إلى ورائه وهو لا يصدق بالنجاة، إلى أن وصل إلى باب الكنز، ونادى على العجمي: قضيت الحاجة يا سيدي، وحق سحل في علاه. فناداه عبد لهب وقد أراد أن يخدعه بالمحال والكذب: ناولني إياه، فأنت عندي اليوم أعز من روحي وولدي. فقال له وحش الفل: أطلعني إلى الخلا وخذه مني في البر والبيداء فأنالك من جملة العبيد. ولكنه قال في نفسه: لا بد أن أقتل ذلك العجمي الغدار عابد اللهب والنار، وآخذ أنا ذلك الصوت الذي ما حزه ملك من الملوك الكبار. ثم أنه بعد ذلك مد إليه العجمي وجذبه وإلى فوق أصعده وقال له: يا ولدي، أنت أعز من قلبي وروحي التي بين جنبي، وأين ذلك الصوت يا ابن الأخيار؟ أرني إياه بحق النار. فخاف وحش الفلا على نفسه من الهلاك والبوار، وأن يغدر به في ذلك الغر ويقتله، وعلى الأرض يجندله ويسكن همسه ويعدمه أهله وحسه. فقال: يا مولاي، لا تأخذ ذلك الصوت إلا بعد طلوعنا من ذلك الغر في ذلك البر والقفار. ثم أنه شاغله إلى أن ملك منه فرصة وضربه بذلك الصوت الذي هو أمضى من السيف البتار، وإذا برأسه عن جسده قد طار، وعجل الله بروحه إلى النار، وبئس القرار. قال الراو: فلما رأى وحش الفلا ذلك الحال فرح بذلك الصوت الذي ما حازه أحد من الرجال، وقد دخل عليه السرور والأفراح في تلك البرار والبطاح، وزالت عنه الهموم والأتراح. وقد سار بعد ذلك من هذا المكان يقطع البراري والقيعان مدة يومين، وفي اليوم الثالث عند إشراق النهار وهو سائر في البر حتى أشرف على مدينة عالية البنيان مشيدة الأركان مبنية بالصخور والأحجار عالية الأسوار تحير في صفتها النظار مكينة الجدار، وأبواب هذه المدينة كلها مغلقة، وهي في الهواء شاهقة مفوقة، وأهلها الجميع كلهم محصورون على الإسوار، وهم النساء والرجال والصغار، وهم يبكون بدموع غزار على ما جرى لهم من الآثار، وهم لابسون السواد والحداد، وحالهم كمثل الذي فقد الأهل والأولاد، وهم في هموم وأتراح وبكاء ونواح ونظر مقابل هذه المدينة كومين، وعلى كل كوم خيمة منصوبة، خيمة تدل على أن من داخلها عروسا، والثانية تدل على أن فيها حزنا وبؤسا. قال الراو: فلما نظر وحش الفلا إلى ذلك الشأن أخذته الحيرة والهيمان، وقصد خيمة العروس لينظر ما فيها من الناس ويزيل عن قلبه الهم واليأس، وما زال قاصدا إلى تلك الخيمة إلى أن وصل إليها، فرأى من داخلها أجمل عروس، وهي مزينة بسائر الملبوس، وهي ذات حسن وجمال وقد واعتدال وبهاء وكمال بخد أسيل وطرف كحيل وخصر نحيل وردف ثقيل، كما قال الشاعر: جميل هذه أشرقت في الدجى فلاح النهار، من سناها الشموس تشرق، تسجد الكائنات بين يديها، وإذا أومضت يروق حماها، وأثارت من فوقها الأشجار والنجم تزهو، وتزهو الأقمار حين تبدو، وتهتك الأستار، هطلت من دموعها الأمطار. قال الراو: فنظر إليها وحش الفلا فوجدها تبكي بدموع غزار تنحدر على خدودها، وهي تبكي على الأهل والجيران وفرقة الأصحاب والخلان، وتذم الزمان الذي رماها بالحرمان، وأنها بنت ملك وسلطان وتزوج بها عفريت من الجان، وهي تنشد وتقول: بليت بما لم يكن في الحساب، سأصبر رغما على جور دهر، على الصفو يهدي إلى نسل حام، عصى بطشه الدهر في نسل سم، شكوت إلى الدهر ما حل صبري، ومن بعد عزي ذقت العذاب، فكم خبث الأمر حينا وطاب، ينالون عزا بقدر مهاب، يصيرون في الناس مثل الكلاب، وقد كان صبري يهين الصعاب. قال الراو: وبعدما فرغت البنت من ذلك الشعر والنظام بكت بدموع سجام، وقد نظرت قدامها إلى وحش الفلا وهو غلام أمرد كأنه حسام مجرد، وأيضا نظر إليها وحش الفلا نظرة أعقبته الفحسرة، وقد رأى لها خالا أخضر على خدها مثل الذي على خده، ولكن صعب عليه ما نالها من بكائها وعويلها، وقد سلبت قلبه وملكت خاطره ولبه، وغيبت ذهنه وهيجت شوقه وحزنه، فأشار إليها ينشد ويقول هذه الأبيات: صلوا على صاحب المعجزات. بديع الحسن في هذا التجني حويت من الرشاقة كل معنى، وأجريت الغرام بكل قلب، واعلم أن شأن الغصن يحمي، وعهدي بالظبأ غدت أساري، وأعجبت ما أخذت عنكني، فلا تسمح بوصلك لي ثاني ولست، ومن أغراك بالإعراض عني، وهزت من الملاحة كل فن، ووكلت السهاد بكل جفن، فيا غصن الأراك تحمي، واسرى في يد الظبي الأغني فتنت، وأنت لم تشعر باني أغار عليك يا ذا الظبي مني.
بقائل ما دمت حيا فتب قلبي إلى كم ذا التمني. قال الراوي: فلما سمعت الصبية ذلك الشعر والنظام زاد بها الوجد والغرام إلى وحش الفلا الهمام لما نظرت فيه من حسن القوام فزاد بها أيضا العشق والهيام. فقالت له: أيها الشاب المليح الذي وجهه بدر يخجل المصابيح بحق الذي أنشأك وخلقك وسواك من أين أتيت؟ فقال لها: أنا اسمي وحش الفلا وقد أتيت من ذلك البر مقبلا، وأنا من مدينة الملك أفراح. وأنت من أنت يا ست الملاح ومن في سفك دم العاشق ما عليها جناح؟ فقالت له: اعلم يا سيدي إني أسمى شامة بنت الملك أفراح صاحب هذه الأرض والبطاح وحاكم هذه المدينة التي تراها قدامنا، والذين على الإسوار أقاربنا وأهلنا. قال الراوي: فلما سمع وحش الفلا ذلك الكلام